روشتة التعامل مع أنثى برج الدلو. أنثى وليس، أنا عارفة ناس كتير تقعد تقولي راجل الدلو، أنا عاملة 20,000 فيديو عن راجل برج الدلو، وإزاي تتعاملي معاه، وإزاي تخليه يحبك، وبيحب إيه في كل ده أنا عاملاه يا جماعة عشان الزن الكتير. أنا عاملة عن راجل الدلو. ف هتكلم بقى عن انثى الدلو شويه، اتكلم عن الاناث. ناس كتير تقول انت ليه هامله الاناث يا هدير، ليه ما بتتكلميش عن البنات الستات في الابراج؟ لا خلاص هتكلم بقى عن الستات، وهبتدي بانثى برج الدلو، لان انثى برج الدلو بشوفها الاكثر جدلا الاكثر جدلا هي انثى برج الدلو. مهم جدا انكم تتفرجوا على الفيديو ده للاخر، لكل اللي مهتمين بانثى برج الدلو، وكل اللي بيحبوا انثى برج الدلو، وكل اللي عايزين يعرفوا انثى برج الدلو بتفكر ازاي ودماغها عامله ازاي والكلام ده. هقول لكم كل ده في الفيديو، هفصصها لكم، هعصرها لكم عصر كده، لانها هوائيه زيي فاحنا عارفين بعضينا. ف اتفرجوا على الفيديو ده للاخر، في حاجات حلوه وهتعرفوا اقول لكم مفاتيحها ايه، تحب ايه، تكره ايه، وقلبتها ايه، ولما بتيجي بتنتقم بتبقى عامله ازاي. حاجات كتير هنتكلم فيها. اوكي. فلو اول مره طبعا تشوفوني في القناه، انا هدير، ومتنسوش تنزلوا تعملوا اللايك والسبسكرايب، اشتركوا في القناه يا جماعه وتابعوني، عشان انا مش بطلع كتير، بس يعني لما بطلع في فيديوهات بفيدكم والله بجد، بقول لكم المعلومات الصح. أنثى برج الدلو المجنونة الشعنونة، اللي ما بيعجبهاش العجب ولا الصيام في رجب. بصوا يا جماعة، أنثى برج الدلو غلبانة جدا. مشكلتها بتتلخص في إن هي محتاجة، طبعا أنا هتكلم من الناحية العاطفية لأن دي أكتر حاجة بتتعب أنثى الدلو، العاطفية والعلاقات، وإن هي مش بتلاقي برضو الشخص اللي يديها الحاجة اللي هي محتاجاها. أنثى الدلو بتدور على الشخص اللي يهتم بيها. أنثى الدلو عامة لو احنا هنتكلم كصفات، أنثى الدلو شخصية طموحة جدا، شخصية لذيذة، صاحبة جدعة جدا. وعايزة أقول لكم إن أكتر، أنا آسفة، الخوازيق اللي بتاخدها أنثى الدلو بتاخدها من الصحاب، بتاخدها من الصحاب. سيبكم هي كده كده بتخزق من في العلاقات العاطفية، بس الصحاب بتاخد كل هدر وهدر، يعني بيطلع من نفوخها، لأن هي مش بتنتظر الغدر من الصحاب، هي دايما بتغدر بيها من الصحاب، لان هي نيتها حلوة، تحس ان الصديق ده هو حبل النجاة. ما عندهاش هي غدر الصحاب، بيجرحها جدا. عايزه اقول لكم ان غدر الصحاب برضو مع انثى الدلو وراجل الدلو برضو بيجرحهم اكتر من غدر الحب، الحبيب بجد، ان هما بيقدسوا الصداقة ويحبوا الصداقة. انثى الدلو بتزعل جدا، واكتر حاجة بتجرحها فعلا غدر الصحاب، واكتر حاجة بتتجرح منها هو غدر الصحاب. فعشان كده هي بتنتقي جدا 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 الأصدقاء. فأنثى الدلو ما عندهاش أصدقاء كتير، مع إن هي شخصية اجتماعية، وشخصية تحب الناس، وتحب تضحك مع الناس وتهزر، وبتحب الناس، هي بتحب الناس، بس للأسف الناس مش بيقدروها، ودايما بتحس إن هي مش في المكان الصح، فبتنسحب وبتنعزل. أنثى الدلو بتحب إن هي تقعد مع نفسها، تحب الحرية جدا 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 جدا. اكتر حاجة ممكن تعصبها لما حد يتدخل فيما لا يعنيه، حاجة في خصوص حياتها، يعني حاجة شيء يخصني تتدخلي ليه؟ انا حرة، مالكش فيه، مالكيش فيه، مالكيش دعوة، دي حياتي وانا حرة فيها، فانت ما تتدخليش، انت ما تقوليش اعملي ايه، عندك نصيحة تقوليها قوليها، لكن ما تتدخليش في حياتي وتقولي لي لازم تعملي، لان هي شايفة نفسها ان هي كبيرة كفاية، عندها عقل يوزن بلد، فاللي هو عارفة الصح من الغلط، فانت تتدخل بناء على ايه؟ حتى لو كنت انت مالكش ان انت تقولي اعمل ايه وما اعملش ايه. فأنثى الدلو تحب عدم التدخل في شؤونها الداخلية، خصوصا شؤونها العاطفية، تحب تسمع، اوكي انصحني قولي تمام ماشي هاخد منك واسمع منك، بس في الاخر أنثى الدلو هتعمل اللي في دماغها. أنثى الدلو برضو من الأبراج اللي أنا دايما بقول عليها الأنثى المتمردة. متمردة، يعني ايه متمردة؟ متمردة مش كلمة وحشة، هي متمردة على الحياة اللي هي مش عايزاها. يعني مثلا هي داخلة في قاعدة مثلا في بيت والكلام دوت، وشايفة ان الظروف اللي فيها مش قادرة تعيش فيها، تخرج من البيت دوت مع نفسها، بتتمرد على الشيء اللي مش عاجبها،
الشيء اللي مش متركب على دماغها، الشيء اللي هتحس ان دي حاجة هتقيدني، حاجة هتخنقني، حاجة جايبالي وجع دماغ، على طول بتفك نفسها على طول. فهي بتتمرد على الشيء عشان تحقق الصفاء الذهني والنفسي ليها. تمام. لكن أنثى الدلو طيبة جدا ولذيذة وحنونة جدا، وعايزة أقول لكم دي لما بتحب بجد، لما بتحب حب اللي بجد يا جماعة، مش قادرة ألاقي كلمة، يعني بتحب من أعماق 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 قلبها. أنثى الدلو، أنثى الدلو لما بتحب، مع إن هي دايما بتشوفها الشخصية القوية، الشخصية اللي مش فيش زيها اللي، بس لما بتحب بتقع وقعة مش قادرة أقول لكم. بتضحي، بتدي فرص، بتعمل كل حاجة ممكن تيجي على نفسها، تاخد من فلوسها، تاخد من شقاها، تاخد من وقتها، تعمل أي حاجة علشان اللي بتحبه، تعمل أي حاجة، حرفيا أي حاجة عشان اللي بتحبه، على أساس إن اللي بيحبها دوت يقدر. بس هي بتدي فرص كتير جدا، تديك فرصة واتنين وتلاتة واربعة وعشرة وعشرين، بس بتوصل معاها لحد كده، حد معين بيبقى فيه قلبة، القلبة دي بتبقى خلاص يعني لأ. فأنا دايما بقعد أحذر يا جماعة، أنثى الدلو لو قلبت عليك، قول عليك، قول على نفسك السلام. يعني حاول كده تقول وبص لنفسك في المرايه، تقعد تقول ايه، باي باي يا نفسي، باي باي. ليه؟ لأن أنثى الدلو عندها القدرة على إذلال الرجل، زي ما راجل الدلو عنده القدرة على إذلال الأنثى وسحب طاقتها، بيسحب طاقتها من خلال التجاهل، ومن خلال ان هو ما يردش عليها، ومن خلال ان هو يعمل لها صمت عقابي ويبهدلها ويطلع عينها. انثى الدلو برضو عندها القدرة دي، والموضوع دوت في الدلويين عامة حتة سحب الطاقة. بس هي لما بتحس هي ان حد بيسحب طاقتها، بتصبر وتصبر وتعيط وتبهدل وتشحتف وتتوجع. انثى الدلو بتحب توصل للآخر، بتحب تدي الآخر للشخص، أنا هديك الآخر. يعني إيه الآخر؟ يعني هديك فرصتك للآخر. الجردل بيتملي، أنا قلت المثل ده كتير قبل كده، الجردل بيتملي، اتملى ده كده فرصتك خلصت معايا، اقلب على الوش التاني. فقلبة أنثى الدلو مش لذيذة خالص، و... وبتذل الشخص. وعايزة أقول لكم برضو أنثى الدلو مش من النوع اللي هتبين لك إن هي زعلت منك، لا، هي بتستنى وبتصبر. هي في الأول بتديك الفرص، وبتكون شايفة العيوب وشايفة الحاجات الغلط اللي انت بتعملها معاها، من تجاهل، من عدم تقدير، من عدم احترام، وبتفضل ساكتة، وعلى أساس انك تتغير وتبقى كويس تفضل ساكتة 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 ساكتة. طبعا كل ده بيتحوش، اوعوا تفتكروا ان الدلو بينسى، ده خطأ انتوا بتقعوا فيه. يعني مش قادر، دلو ما بينساش، قلبه اسود. اه، الكلام ده انا بقوله وانا 100%، انا متأكدة انا بقول لكم ايه، الدلو ما بينساش اي حركة اتعملت فيه مش كويسة، مش هينساها لك. وعايزة اقول لكم ان هو بيفتكر الوحش اكتر من الحلو، وذاكرته بسم الله ما شاء الله عليه فولاذية. اي حاجة عملتها للدلو مش هينساها لك، ان شاء الله حتى لو عدى عليها 20 سنة 30 سنة قرن، يفتكر لك حاجة وهو في الحضانة، يفتكر لك حاجة وهو انت سبت الميس تضربني بالعصاية وانت واقف تتفرج، حاجة تعدى عليها 40 50 سنة يفتكرها، منساهاش. تفاصيل غريبة انت اصلا بتكون ايه ده، ايه اللي هو فاكره ده، انا نسيت. هو ما ينساش، سواء انثى او رجل، الاتنين ما بينسوش، ده حقيقي. فالموضوع ده بيخليه ان هو يقعد يتراكم. طبعا الموضوع ممكن يعدي، ممكن يرجع يكلمك تاني، مش عشان انت عملت حاجة في الحضانة زمان يبقى انا كده مش هكلمك، لا، هو بيكون فاهم وواعي كويس ان انت بتكون صغير ومفيش في ايدك حاجة وخلاص، الموضوع بيعدي. هو بيفتكر من ناحية ان هو بيضحك، يعني انا فاكر لك، انا مش ناسي، انا فاكرالك مش ناسية، بس بيتعامل عادي. تمام. والدلو بيرجع يتعامل عادي، بس مع الشخص اللي بيقلب عليه، اتفرج بقى، تجاهل، اسلوبه مش بيبقى كويس، طريقته مش بتبقى كويسة، بيضرب كده بعرض الحائط، كلامه جارح. انثى الدلو يا جماعة
لما بتيجي بتمسك انسان، لما بتيجي بتنتقد او حد مثلا بيبدأ يتدخل في حياتها وبيبدأ ان هو يتحكم، وانت مالكش لازمة اصلا، مالكش ان انت تتحكم فيا او تتكلم وانت مالكش صفة، بتبدأ تديك من مناقي خيار، لان هي لسانها متبري منها. انثى الدلو لسانها قد كده 10 امتار، تجرحك، كلامها بيوجع. لما بتيجي بتفتح في السرينة والبلاعة، كلامها بيوجع، بتصلخ بالكلام. انثى الدلو. ف انثى الدلو يا جماعة من الاخر بتحب الطبطبة. طبطب عليها، خليك حنين معاها، خليك جدع. حطوا كلمة جدع دي 20,000 نقطة، 20,000 خط. خليك جدع مع الدلوية، هتبقى جدع معاك 100,000 مرة. خليك صاحبها، يعني حد جدع. وقت ما تحتاجك تلاقيك، سواء صديق أو صديقة، هتبقى جدع معاك، هترد لك اللي هي بتعمله معاك 100 مرة. فهو اللي بيوجعها الخذلان، اللي بيوجعها ان انت ما بتقدرهاش، اللي بيوجعها ان هي بتقعد تعمل عشانك حاجات كتير قوي وانت مش قادر، ما بتقدرش. فاهمين؟ فأنثى الدلو هتديك فرص كتير، بس اوعى توصل لنقطة ان هي تسكت. يعني بصوا، أنثى الدلو اوكي لما بتحب جدا، اوكي، وتديك وتضحي وكل حاجة. اول لما تشوف ان هي بدأت تسكت، انت مثلا متعود على شيء معين من أنثى الدلو، اهتمام، عامل ايه، اخبارك ايه، اساعدك في حاجة، طب انا اجيب لك حاجة، طب ما انا مش عارفة ايه، وتسأل وانت متعود منها على حاجة معينة. اول لما تلاقيها سكتت فترة كده، اعرف بقى ان هي بدأت توصل لمرحلة اللا رجوع. اول لما تلاقيها سكتت كده، انت في اعداد الباي باي. عارف اعداد الباي باي بالنسبة لها. فاحذر من انثى الدلو، لان ليها اقسم بالله وش تاني لو شفته بجد هتكره نفسك بأمانة. وزي ما قلت لكم، انثى الدلو عندها قدرة على اذلال الرجل لما بيجي يرجع لها تاني. ما هي انت اتذلت، هي اتذلت منك في الاول، ووريتها كتير، وضحت كتير، وتجاهلتها كتير، وطلع عينها حرفيا منك كتير. تعالى بقى، انا بقى هرجع لك اللي انت عملته ده، بس زيادة شوية. بس لما تفوق، هي مشكلتها ان هي ما فرقتش. يعني انا دايما بيجيلي من انثى الدلو يعني استشارات. تمام. خصوص الاستشارات، اللي حابب اي تواصل معايا في اي استشاره عاطفيه يبعت لي على الانستجرام يا جماعه. الاستشاره بتكون مكالمه، انا بكلمكم، تمام، والمكالمه بتكون ليها حد اقصى ساعه ونص. بتحكي لي مشكلتك العاطفيه وانا هقول لك على حلول ونصايح عشان تحلي مشكلتك العاطفيه. انا هحط لك ده الانستجرام بتاعي للحجز. طبعا المكالمه بتكون مدفوعه الاجر، مدفوعة الأجر، عشان ما حدش يجي يقول لي ايه، ده وقت ومجهود وحاجات كتير قوي بتتاخد مني. فالاستشارات بتكون مدفوعة الأجر. فاللي عايز استشارة ولا عنده مشكلة مع حبيبه يكلمني، وإن شاء الله هيكون ليها حل. بس تمشوا على خطتي ونصايحي، أهم حاجة، ده أهم حاجة عندي. ان انا اقول لك اعملي 1 2 3 تنفذي، مش تروحي تجودي من دماغك. ما هو انت كده هتاخدي على دماغك. يا ريت يعني. نرجع لموضوعنا. أنثى الدلو شخصية طموحة جدا، أنثى الدلو شخصية مبدعة في شغلها، شخصية ناجحة شخصية ناجحة وطموحة، وتحب تشتغل وتحب تعمل لنفسها كارير خاص، تحب تعمل مشروع خاص، تحب إن الحياة تمشي بسلاسة وبسهولة، بتحب الضحك، بتحب الهزار، بتحب الشخصية اللذيذة اللي دمها خفيف، خفيفة الظل. تدخل لأنثى الدلو ازاي؟ أنثى الدلو زي ما قلت مفتاحها الصداقة. الصداقة زي دخلة راجل الدلو الصداقة. ادخل لأنثى الدلو بالصداقة والجدعنة. عايزة حاجة، تحب أساعدك في حاجة، تحبي تيجي نخرج النهاردة، تيجي نطلع نشم هوا النهاردة، أصدقاء. خليك كده أصدقاء في فترة حبة كده، صديق انت وهي، تمام. وابدأ اضحك وهزر، وهي لوحدها هتلاقيها بدأت تتعود على وجودك، وتتعود على خفة دمك والكلام ده. بلس
ان انثى الدلو تحب برضو الباد بوي. عارفين الباد بوي؟ انثى الدلو تحب الباد بوي. الباد بوي اللي هو الراجل التقيل. تدور على راجل تقيل كده، راجل لازقه، اللي ده يفرش لها الدنيا بقى. اللي انت عايزاه يا حبيبتي، طب انت عايزه ايه، طب انت محتاجه ايه، اللي يسأل، اللي يقعد يتكلم معاها 24 ساعه، رايحه فين، جايه منين، بتعملي ايه، انت فين، طمنيني، اعملي. تقرف، بتتخنق. لا، ونصدله وتحب الباد بوي. باد بوي التقيل، الراجل التقيل ده اللي هو اللي بيخربش ده. تحب هي الراجل اللي بتنجذب ليه جدا. بتنجذب يا جماعه العلاقات التوكسيك، تنجذب للعلاقات المستحيله. ده حقيقي، ده حقيقي عن أنثى الدلو. ويعني عشان كده بقول لكم هي بتتخزوق كتير، بتاخد على دماغها كتير. ليه؟ لأن هي دايما بتنجذب للشخص الغلط. مش هو ده واحد ظروفه منيلة بستين نيلة وطالع عينه وبيكون متجوز وعنده 4 عيال ومجوز واحدة واتنين، تنجذب له وتحبه. واحد تكون حياته بالبلا مثلا ودين تاني مثلا وحاجة تنجذب له جدا. حاجات غريبة، حاجات مستحيلة تحبها أنثى الدلو. هو ده، هو ده، هو ده، لا لا يعني أنثى الدلو. يعني خليكي كده فكري، شغلي عقلك، وانا عارفة ان عقلك ده بيشتغل، وعارفة ان انتي قد ايه. انا عارفة تحتاج الحب والطبطبة. أنثى الدلو تحتاج الحب والطبطبة، تحتاج الشخصية اللي يطبطب عليها. اي واحدة مش أنثى الدلو بس، تحتاج الطبطبة والتقدير والمعاملة الحلوة والإخلاص والدلع والهدايا والحاجات دي كلها. ليه؟ عشان تحس ان هي ملكة زمانها، تحس ان هي مميزة. أنثى الدلو تحب الراجل اللي يحسسها ان هي مميزة، اللي يحبها بجد. أنثى الدلو تحب اللي البنات أنثى الدلو تحب اللي أنثى الدلو تحب الراجل اللي يخلي البنات تغير منها، من حنانه وعاطفته ومعاملته ليها. أنثى الدلو ما يهمهاش خالص الشكل الاجتماعي، بتضرب بكلام الناس بالجزمة. أنا ما يهمنيش مين قال إيه ومين عاد إيه، بالجزمة كلهم على تحت رجلي. أهم حاجة هي حاسة بإيه معاك. أنت بتديها إيه؟ أنت بتديها حب وحنان واحترام، بتشجعها، تقول لها يلا اعملي كذا وخليكي وانا معاكي وانا في ظهرك وانا. كل ده حاجات هتخليها ان هي، لا ده انا اخترت صح. انت ايه يا عم انت ازاي، انت فين، انت مين، انت نجمة، انت ايه. فالأنثى سيكولوجية دماغها يا جماعة عامة يعني سهلة والله. والله العظيم احنا مش صعبين، احنا محتاجين التقدير، احنا محتاجين الحب، احنا محتاجين الطبطبة، الكلمة الحلوة، الحنية اللي بيفتقدها كتير جدا من الرجالة. خليك حنين عليها، خليك حنين عليها. والحنية هي المفتاح والله العظيم. أنا بقول لكم الكلام ده وأنا متأكدة منه 100%. الحنية والاحتواء وحتة خربشة صغيرة كده، إن هي تبين إن أنت سيس سيد كده وصاحب كلمة وعندك كلمة وشخصيتك قوية. هي دي المفتاح لأي أنثى، مش للدلو بس، لأي أنثى، خصوصا الأبراج الهوائية. تمام. مين بقى اللي بيتوافق مع أنثى الدلو؟ وأنثى الدلو تتوافق مع الأسد، شخصية قوية، توافق جدا مع الأسد. أنثى الدلو تتوافق جدا مع القوس، مع إن القوس نسوانجي وبتاع 3 ورقات وحلنجي وحاجات كده، بس بيتوافقوا جدا مع بعض. أنثى الدلو تتوافق مع الدلو برضو، دلو ودلو الاتنين يخبطوا في بعض ويرموا في بعض بالشباك ويجيبوا لبعض شلل رباعي، بس بيمشوا مع بعض. أنثى الدلو بتتوافق كمان مع، مش الحمل، مش هتتوافق مع الحمل. راجل الحمل وأنثى الدلو، مشكلة راجل الحمل إن هو ملول وعصبي، شخصية رايح جاي رايح جاي، فبياخد أنثى الدلو على أساس إن هي واحدة أوتيل. وقت مزاجه يرجع عايز يلاقيها زي ما هي، وقت مزاجه يمشي براحته بمزاجه، وقت ما يرجع يرجع، وقت ما يمشي يمشي. فالموضوع دوت أكتر حاجة بتخنق أنثى الدلو. فأنا بشوفهم إنهم بيكملوش مع بعض، الدنيا بتبقى منهم سواد. فأنا بشوف أكتر الأبراج المتوافقة مع أنثى الدلو، واللي بقولك كملي. راجل القوس، راجل الأسد، راجل الدلو. عندك الجوزاء برضو كويس معاكي، والميزان برضو كويس معاكي، بس لو عرفتي تتعاملي معاه
راجل الميزان والعوبان. اعرفي ازاي تتعاملي، اتفرجي على الفيديو بتاعي بتاع الميزان، اعرفي ازاي تتعاملي معاه. مصدقه بتكره الكذب، الغش، الخداع، انك انت تمثل عليها حاجه هي اصلا انت مش فيك. خلي بالكوا يا جماعه من الحاجات دي، لان انثى الدلو من الابراج اللي بتركز وبتفهم. هي دي انثى الدلو بكل سلاسه. انا بحبكم كتير. اكتبوا لي في الكومنتات عايزين نتكلم عن ايه في النساء الفيديو الجاي، ولو عايزين عن الرجال برضه ممكن اعمل فيديو كده في النص. متنسوش تعملوا اللايك والسبسكرايب يا جماعة، عايزين نوصل ل50,000. قربنا اهو، قربنا. تاني اللي عايز اي استشارة عاطفية يبعتلي على انستجرام، وانا متواجدة، وانا اللي برد عليكم بنفسي. باي باي، كان معاكم هدير.